سمع في ودنه صوت بيقول له نط في الميه، ومره واحده جاله تشنجات ونط في الميه، وبدل الغريق بقى غريقين. واسمع القصه. بتبتدي قصتنا لشاب 18 سنه غرق في قناطر الجلاتما في الجيزه، رغم انه بيعرف يعوم كويس ومش اول مره يعوم في النيل. وده ان دل على شيء بيدل ان مش كل مره الموضوع هيمشي معاك وهلا بالخميس. لو انت يعني من الناس اللي متعود وبتقول عادي ما انا بنزل على طول، فاهم حاجه؟ كان بيتفسح هو واصحابه، وفجاه وبدون اي مقدمات مره واحده من على المركب قام نط في الميه وغطس غطسه واحده وما ظهرش بعدها. وخليني اشرح لك بقى صديقي خطوره المكان اللي غرق فيه. المنطقه دي فيها بوابات ضخمه اسمها هويس، والهويس هو حاجز بوابات ضخمه كده تحت في النيل، بتتقفل وتتفتح بتعليمات معينه من وزاره الري في اوقات معينه. طب والشرح ده معناه ايه؟ الفكره ان الشاب ده لما غرق قبل البوابات ب 30 متر تقريبا، بالاضافه ان البوابات في الوقت ده لما غرق كانت مفتوحه. يعني لو عربيه تقيله وقعت قبل بوابات الهويس، قوه التيار لا تقارن باي تيار، لا بحر ولا نيل. كابتن مصطفى كساب بيقول جالنا البلاغ واتحركنا انا وكابتن محمد الدولار، واخدنا معانا الغواص اللي كانت حصلت له مشكله قبل كده، فاكرينه اللي حصلت معاه مشكله وقال ما عدتش هنزل الميه تاني. هسيب لكم الفيديو بتاعه في اول تعليق. بيقول خدناه من اجل اللي احنا نرجعه الملاعب يعني ويستعيد الثقه. رحنا الموقع وعملنا معاينه واتصدمنا ودخل جوانا اليأس. الجثمان صعب يفضل مكانه في التيار القوي ده، وبعدين اكيد عدى من تحت بوابات الهويس. ورحنا تاني يوم من الحادث وقبلها الانقاذ النهري قاعد طول اليوم بيدور، بس برضه قلنا نغطس ونشوف الوضع بنفسنا ونجبر ابوه وامه اللي كانت حالتهم صعبه جدا. وجهزنا المعدات، كساب فوق ماسك الحبل والدولار في الميه. وكساب بيقول كنت مثبت على الحبل خايف على الدولار من التيار وقوه سحب البوابه، ويا دوب مشينا 10 متر وناس كتير واقفه وشايفه المشهد ويحصل المفاجاه. الغواص اللي كان معانا على المركب وواقف جنبي جاله حاله صرع وتشنجات اول مره تجيله، وهوب نط في الميه بهدومه على الحبل كده مكان ما الدولار غاطس. ليه يا صاحبي كده؟ ده احنا في حته خطر ومرعوبين وواقفين وركبنا سايبه اصلا، تيجي انت تعمل كده وتزودها اكشن؟ كساب بيقول انا بقيت مش عارف اعمل ايه، عايز انط وراه بس ما ينفعش عشان انا ماسك الحبل ومأمن عشان مدخل البوابه. اعصابي ثابت والناس بدات تصوت بره وانا مش لاقي حد اديله الحبل. وفي عز الفزعه دي لقيت الدولار طالع وماسك الغواص اللي نط ده. اصل هو لما نط تقريبا جنبه وخبط فيه، وده ستر ربنا قبل ما كان يشرب ميه او يغرق او يحصل له حاجه. طلعنا فوق وخدناه وهديناه لحد ما فوقناه وحكى لنا اللي حصل له. قلنا له انت كنت هتموت وتموتنا معاك. قال لنا انا اخر حاجه فاكرها ان سمعت صوت بيقول لي تعالى يا احمد، وبعدها ما حسيتش بحاجه. بيفكرني بفيلم عروسه النيل هاميس، رايحين نطلع غريق كان هيزود غريق. المهم نزلنا نفس المكان تاني، وبعد وقت من البحث وصراع مع الطيارات الحمد لله نلاقي الجثمان وان في حبل في القاع كان لافف على رجله. وطبعا سبحان الله تدبيرات ربنا، لولا الحبل ده ما كناش عمرنا لقيناه للابد. اديكوا شايفين وسامعين كل اللي بيروحوا صغيرين وكلهم بيعرفوا يعوموا، وده اكبر دليل ان النيل مش للسباحه. ودمتم سالمين.